الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أنتهز هذه الفرصة لأهنئ إخواني وأخواتي بعيد الفطر المبارك في هذا اليوم الأحد، أول أيام شهر شوال، وهو عيد الفطر المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، الذي ختم به شهر الصيام لعام 41 وألف. أنتهز هذه الفرصة لأهنئ إخواني وأخواتي لهذا العيد المبارك الطيب. وكان من كرم الله عز وجل أن ختم بشهر الصيام يوم عيد وفرح وسرور، وكما قال ربنا في ختام آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فنحن نكبر الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، ونشكره على ما من به علينا من نعمة إتمام الصيام، ونسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ما وقع منا من الخلل والتقصير في صيامنا وقيامنا وطاعتنا. كما أحرض نفسي وإخواني وأخواتي على المداومة على ما كنا فيه من الخير في شهر الصيام. أما الصيام فنستديم منه ما سن لنا. صيام الفرض قد انتهى، ولكن صيام النفل قد ابتدأ. وأول صيام النفل الذي ابتدأ هي صيام 6 أيام من شوال، وهذا هو صيام الدهر، والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قوله: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صيام 6 من شوال استحب كثير من أهل العلم أن تكون بالمتابعة، أي بعد يوم العيد مباشرة، أي غدا من يوم الاثنين. وهو في الحقيقة حسب تجربتي أسهل على الصائم الذي تعود طول الشهر في صيامه، فيسهل عليه أن يصوم. ولكن يجوز أيضا أن يفرق هذا الصيام، وقد رجحه واستحبه بعض أهل العلم أيضا، كأن يصوم الاثنين والخميس منها. المهم ألا ينسلخ شهر شوال إلا وقد صام 6 منها، ليستكمل بذلك يعني فضل الله عز وجل، وكأنه صام سنة كاملة. فهو ربنا الكريم الذي يعطي الجزيل والخير الكثير بالعمل القليل. كنا في شهر الصيام نقوم الليل ونصلي التراويح ونقوم التهجد، فلا ينبغي أن ننسلخ من هذا العمل الطيب المبارك، وقد رأينا فيه لذة المناجاة لله عز وجل. فنأخذ من القيام، ليس من الضروري أن يكون بمثل مقدار ما كنا فيه في رمضان. ومعلوم أن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، لكن ليس الانسلاخ من قيام الليل. وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام، فقال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
فقيام الليل في طول السنة مستحب وهو شرف المؤمن، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. فلنداوم على نعمة قيام الليل ومناجاة الله تبارك وتعالى، ولنستأنس بكلام الله في ظلم الليالي حين يستأنس أهل الغفلة بغير ذلك. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة وشهر الصيام وعيد الفطر سنين عديدة وأعواما مديدة مع الصحة والعافية والهداية والتوفيق ورفع البلاء عن الأمة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعجل بفرج قريب تفتح فيه المساجد وتنور فيه المنابر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير.